ده الطبيعي بقى الصيف في روسيا، عند اي محطة مترو لازم يكون في حد ايه بيغني كده بقى واجواء ودنيا. محطة المترو دايما بتبقى زحمة، فيبقى الناس عندها كتير، فبيعملوا اجواء يعني، وعلب بقى ويلم فلوس وشغلانة ما يعلم بقى الا ربنا. شغل الطيار بقى هنا في روسيا بيختلف، في كذا شركة وفي كذا نوع. أحسن شركة يعتبر في المدن الكبرى بس بتبقى موجودة، متبقاش موجودة في المدن الصغيرة اللي هي اسمها في كوزوفيل. كوزوفيل دي عشان تشتغل فيها أقل حاجة يكون معاك إقامة مؤقتة، فيعني أنا معرفش تشتغل فيها للأسف يعني. بس هناك فلوسها كويسة، ممكن تضرب بتوصل لمبالغ كويسة يعني، بغض النظر عن المرتب كمان عشان الناس إيه متبقاش تحسب بس على الفاضي. فدي اصلا شركه يعني صعب اللي معاه فيزا يشتغل فيها، لكن اللي معاه الاقامه مؤقته مثلا وطالع الاقامه الدائمه الباسبور القصه دي بيشتغل فيها بقى، عامل توصيل، مجمع طلبات، القصه دي كلها. الشركه اللي بعدها طبعا في يعتبر برضه يعني اقل شويه في الفلوس، اللي هي شركه ياندكس. ياندكس منها اتنين، ياندكس اللي هي اكل وطلبات محلات بس، وياندكس اللي هي توصيل كل حاجه بقى، توصيل طرود، توصيل كل حاجه بمعنى صح يعني. طبعا في حاجات ممنوعه معروف القصه دي. فانهي الاحسن في الاتنين؟ توصيل المطاعم اللي هو الاكل والطلبات بتاعت المحلات بس، ده احسن من توصيل كل حاجه. اقول لك ليه دلوقتي. توصيل المطاعم والطلبات بتاعت البيت بتبقى اسهل، بتبقى في منطقه معينه في حدود 3 4 كيلو وبتشتغل فيها. وما بتشتغل بتحدد وقت معين، 4 ساعات مثلا ورديه تشتغلها، بيبقى فيها كلها شغلها، بتبقى مليانه شغل. غير تختلف عن توصيل الطلبات العادي، انت بتفتح انت ورزقك بقى، زي اللي انا شغال فيه. شغل المطاعم وتوصيل الطلبات او توصيل المحلات بس انا مش شغال فيه. طبعا عشان زمان كان اي حد يفتح اكونت على اي اندكس وكانت الدنيا سهله، بس دلوقتي ايه الدنيا صعبه شويه. على الاقل يكون معاك فيزا دراسه تعرف تفتح بيها اكونت، او معاك فيزا عمل تعرف تفتح بيها اكونت على ياندكس وتشتغل بيها. حلو، ده بالنسبه لشركه ياندكس يعني. بس الايام دي الشغل فيها مش حلو بالنسبه لتوصيل كل حاجه، اللي هو النوع التاني مش المطاعم والمحلات. توصيل كل حاجه بقى وحش خالص في الشغل يعني. انا شغال فيها بوريك برضه البونص عامل ازاي والدنيا عامله ازاي، وحش خالص. آه، النوع التالت بقى من انواع توصيل الطلبات هي شركه سمكات وشركه مثلا ياندكس لافكا. سمكات هتلاقيها في كل المدن، ياندكس لافكا صعب تلاقيها في كل المدن، ممكن تلاقيها في المدن الكبيره. هم يعتبر نفس كل حاجه يعني، نفس يعني هم نفس القصه، نفس المخازن، نفس القصه دي. فسمكات عباره عن راتب في الساعه، راتب معين في الساعه. سمكات بتبقى عباره عن راجل عايز يجرش العربيه يدوسني يعني. المهم سمكات بتبقى عباره عن راتب في الساعه معينه حسب المدينه اللي انت فيها، وبتختلف من الصيف للشتاء طبعا. وبيبقى ليك بونص بقى، بونص عن مطره، بونص عنك شلت بطيخ مثلا، عن وزن تقيل يعني بيبقى لها قصه كده. بس بتبقى معروفه يعني، مثلا في بيتر هنا مش عارف انت ممكن توصل 200 وحاجه في الساعه. فبتشتغل 10 ساعات على قد انت بتشتغل يعني، انت ممكن تشتغل 16 ساعه في اليوم عادي، انت فاهمني. فهي تختلف عن الشغل الحر اللي هو زي اندكس مثلا، ان انت بتفتح وانت هو رزقك مش محدد بساعات ومالكش دعوه يعني. هو بقى في سمكات مثلا بيشغلك بيحاسبك بالساعه، انت مالكش دعوه بالطلب. لكن في ياندكس بيحاسبك بالطلب، يعني الطلب انت بتحاسب عليه. في كوزفيل الشركه اللي انا قلتها برضو بتحاسب بالطلب، انت فاهمني. فدي يعتبر 3 انواع الاشهر في توصيل الطلبات. في شركات تانية بقى بس مش واخده نفس الشهره دي. انت احسن شايف احسن حاجه في المواضيع دي كلها صراحه هي سمكات او ياندكس لافكا. الناس اللي عايزه تشتغل بتبقى مرتب ثابت ومريح دماغك القصه دي، في طلبات ما فيش طلبات انت ايه مالكش دعوه بالقصه دي. لكن ياندكس والحوارات دي بترتبط بطلبات، وفي ايام تبقاش فيها شغل والعمليه بتبقى واقفه خالص، فاهم. فده بالنسبه للقصه دي. انا وريت برضه انا بوصل طلبات ازاي وايه يعني اللي بيطلع عليا بالمصاريف وايه اللي بكسبه دلوقتي، لان الدنيا مريحه خالص. واقفين عند الاشاره. تبقى عجله زي اللي انت شايفها دي، عجله كهرباء، البطاريه اللي تحت الكرسي دي بشتغل عليها. طبعا دي انا مأجرها، ما ب... مش بتاعتي يعني، بس عشان تشتغل في حاجه زي كده لازم تكون بتاعتك صراحه، ما تكونش ايجار، لان الايجار غالي ومهلك و بس للاسف مفيش امكانيات ان أنا اشتري عجله يعني. في منها الجودات وفي منها البطاريه الكبيره وتقعد قد ايه، بس عيب العجله دي يا جماعه ان هي على الطريق
لها قوانين خاصة كده ولازم تمشي مش عارف فين والقصة التعبانة دي. فبناخد على طول غرامات كتير على الطريق، فبوقفونا شرطة المرور وبناخد غرامات كتير على الطريق. فدي من ضمن العيوب العجلة كهرباء. يعني ممكن توصل على العجلة العادية عادي أحسن وأفضل، بس إذا أقل يعني. عايز اقول لك حاجه كمان بقى، ان احسن انواع توصيل، يعني طريقه توصيل توصل بيها احسن حاجه هي توصل بعربيه. تكون معاك عربيه، مش مطلوب عربيه يعني جامده، بتكون عربيه عاديه سعرها كويس وتشتغل بيها وتوصل بيها طلبات. طبعا الشغلانه دي محتاجه لغه، يعني مستوى مثلا اقول لك واحد او اتنين عشان تعرف تتعامل. لو حصل حاجه ترن على الزبون، لو القصه دي جنب الدراسه، الناس اللي بتشتغل هنا وفاهم روسي فهتتعامل ساعه ساعتين تنزل تجيب لك ايه يعني فلوس تساعدك يعني في ايام الدراسه. طبعا في الشتاء طبعا الموضوع بيبقى صعب شوية، بس في ناس بتشتغلها يعني. فكان افضل وسيلة انك تشتغل بيها في طبعا انك تشتغل ماشي، في انك تشتغل بالعجلة العادية، في انك تشتغل بالعجلة الكهرباء، في انك تشتغل بالعربية. ده احسن حاجة فيهم صراحة، رايح الدماغ و... وفلوسها كويسة وشغلها كويس وما فيهاش تعب. بس طبعا لازم يكون معاك رخصة وتشتغل بيها. وده بس ملخص الكلام عن يعني شغل الطيار عامل توصيل يعني في روسيا. هي كشغل موجود وحر وبتاع ومن غير وجع الدماغ، مش مربوط بوقت والقصة دي، لكن ليه عيوبه وليه مميزاته يعني. فدي انت يعني الافضل ان ممكن تشتغل بالعجله العاديه عشان مثلا ما تحرقش معاك برضو كهرباء، وعايزه كهرباء وعايزه تتشحن، وجع الدماغ فيها مش عارف ايه ومش عارف ايه. بس طبعا العجله العاديه تبقى اقل في عدد الطلبات انت بتجيبها، دي عجله كهرباء فتساعدك شويه اسرع انك تخلص، انت فاهمني. طبعا الشنطه دي ممكن تجيب شنطه من دي من سبير بانك سبير ماركت ببلاش، او تشتري بتاعت ياندكس يعني، فاهمني. بس انا مثلا جينا عند المطعم هنا، هو اللي هو في ناس لسه واحد واخد طلبه وطالع. هنا عند المطعم اخد طلب من هنا من ماكدونالدز القديم، اسمه دلوقتي فكوسنا توشكا. طبعا بتأمم منتج يعني روسي بحت، ملوش علاقه بالشركه الام. فاخش اخد مثلا منه الطلب، هقول له رقم الطلب وبتاع. انا الطلب بتاعي لسه مش جاهز يعني، بس انا ايه اخش اوريكم الدنيا. بخش هناك عند المكان اللي هو موجود فيه، وبعدين بقول رقم الطلب، بعدين بيديهولي. لو في كود بقوله، مفيش كود بس. مثلا الشاشة بتاعتنا هي بيبان عليها الارقام، وبنسأل برضو اللي بيجمع. ده المكان اللي احنا بنقف فيه وبس. فانا بتكلم في نقطة انك مثلا لو انت ما انتش عارف تقول الرقم، فانت مش هتعرف تاخد الطلب، انت فاهمني. ولازم تقرا مثلا اسم المكان او اسم المحل او هكذا، فاهمني. ادينا طلعنا وخدنا الطلب بتاعنا، يلا هنتوكل ونروح نوصله. الطلب عبيناه في الشنطة اهو، وهنروح نوصله دلوقتي. وصلنا للمكان عشان نوصل الزوم. برن على الباب، برن على الجرس، فتح الباب. يلا بينا هنطلع نوصله. الدنيا ايزي يعني مفيهاش اي معضلة، بجاز او السكاش وده الدنيا فاهم، مهياش معضلة. برضو نسيت لكم حاجة، ان العجل ده بيتساق عادي من غير رخصة. طبعا ممكن توصل طلبات بالسكوتر او بالموتوسيكل، بس لازم يكون معاك رخصة وخوذة وقصة كده. لكن العجل ده شغال عادي بيه، انت شغال من غير رخصة عادي يعني. فبس